موعد مع التاريخ، مقال كتبته لبوابة أخبار اليوم عن 4 مناسبات وطنية وسياسية وتاريخية ودينية تواكبت في مدة لا تزيد عن نحو 10 أيام فأقل، وربما يكون توافق هذه المناسبات معا رسالة أو إشارة من الله سبحانه وتعالى بأننا أمة سوف وبإذن الله تنتصر مهما كانت التحديات. المهم إن هذه المناسبات هي ذكرى مرور 53 عاما على وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ومرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد بكل ما يحمله من دلالات ومعاني، ومواكبة ذلك بذكرى المولد النبوي الشريف، ثم حدوث كل هذه المناسبات في نفس توقيت فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ليحدث تلاقي غير مسبوق بين 4 مناسبات مختلفة في توقيت واحد، وهي لها من دلالات ذات معان دقيقة وذات معان عديدة. المهم في نهاية المقال وجهت التحية والتقدير والإعزاز والاحترام لذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتوجهت بالتحية لأكتوبر قيادة وجنودا وشهداء وكل من شارك في هذا الانتصار التاريخي العالمي العملاق. أيضا التحية واجبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقود البلاد وسط أصعب التحديات والعواصف. في نهاية المقال توجهت إلى الله سبحانه وتعالى في ذكرى مولد سيد الخلق بالدعاء أن ينصرنا على القوم الظالمين. فيصل مصطفى.